السلام عليكم البنات، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. نبداو بسم الله على بركه الله. نبقاو دائما في رفع المقاسات في لي باترون. اليوم غادي نديرو باترون تاع السروال العادي، السروال العريض. منه نخرجوا السراويل الاخرى، يعني ماناش نهضروا على سروال كلاسيك ولا السروال يكون مفتوح من الجوانب. غير هذا السروال يجي الشباب، يعني يصلح البيجامات، يصنع السراويل تاع الخرجه. يعني الوحده محجبه وتبغي تفصل السروال العريض ليها لبنتها، نفس القاعده تدوها، نفس الطريقه اللي غادي نديروا بها هذه تخيطوا بها هذا السروال. تقدروا ميم ديروا له جيوب، صح؟ اذا حنا نشوفوه بابسط طريقه غادي نديرها على الباترون، والمره الجايه نشوفوا كيفاش نطبقوه على القماش، صح؟ قبل ما نشوفوا كيفاش نرسموه، هنايا راني محضره الورق غادي نديره سروال حقيقي. يعني كي تشوفوا هكا الورق كبير معناتها نبغوا نطبقه كما طبقت الدروس الاولى. نروحوا نشوفوا كيفاش نرفدوا المقاسات اولا، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي نعدلوا فيها ونطبقوها على الورق. فيما يخص مقاسات السروال واش نحتاجو؟ ماشي بزاف، يعني ماشي كيما الباترون الاساسي. اول مقاس عندنا دوره الخصر. دوره الخصر هكذا، مثلا كل وحده تقيس دوره الخصر تاعها. السروال غادي يكون منه. اذا المقاس الثاني هنا دوره الخصر نقسموها على أربعة من بعد نشوفوا شحال غادي نزيدوا لها. المقاس الثاني اللي هو طول الورك ولا طول الحوض، ارتفاع الورك، ارتفاع الارداف، يعني كلها اسماء صحيحه. المقاس يكون من عند هنا، من عند دوره الخصر حتى للارداف. هكذا المكان الاوسع عندنا اللي هو الارداف، هكذا نرفدوه. كل وحده دير قياس، مثلا عندي 28 كان تلقى 30 كان، يعني هنا ماهوش مقاس ثابت، كل وحده عندها القياس تاعها. هنا في هذا المقاس نفضل اني نرفدوه وحنا جالسين، يعني كاين اللي يرفده هكذا وكاين اللي في الجلوس، يعني كي تكون جالسه على كرسي نرفدو من الخصر حتى القاعده هكذا، يعطينا قياس ايضا صحيح. عندنا دوره الارداف ما غاديش نستعملها، غادي نوريكم طريقه اخرى يعني كيفاش نخرجوها. هذه دوره الارداف تاعنا هي اوسع منطقه. شوفوا عندنا هنا دوره الخصر وعندنا دوره الارداف، وين نحتاجوا دوره الحوض اللي تكون هنا في بعض السراويل، في هذا ما نحتاجوهاش. عندنا الطول الكلي للسروال، الطول الكلي من الخصر تاعنا للطول اللي رانا حابينه، الطويل حتى للرجل، دورة الرأس الرجل بالأسفل تحت الركبة. هنا الطول اختياري، صح؟ الطول اختياري، يعني السراويل حتى المعروفة تكون 1.10 1.20 هكذا في هذاك الحدود، لكن نفضل انك ترفعي المقاس من الخصر الى الطول. هنا عندنا طول الركبة ما غاديش نستعملها ايضا هكذا، يعني عند من الخصر للركبه تاعكم. هذا مكان، هذا واش نحتاجو مقاسات فقط. داك نسجلوهم، كل وحده تسجل دوره الخصر، وهذا ارتفاع الورك ولا ارتفاع الارداف، ارتفاع الحوض، عنده عده اسماء، لكن هذا هو منا لهنا. دوره الارداف ولا دوره الورك تاعنا هي اوسع منطقه هنايا. شوفوا كيفاش غادي نطبقوها فقط بزياده نتاع القاعده. نمر مباشره كيفاش نطبقوا هاد المقاسات على الورق، يعني على الباترون تاعنا. الان نجو نطبقوا المقاسات تاعنا اللي فدناه، يعني كيفاش غادي نعدلوا فيهم، كيفاش غادي نرفدوا. اولا نتكلم على الورق هنا ماذا بكم ينطوى على 2، بين نخرج لكم الامام وحده والظهر وحده، كاين اختلاف بين الامام وبين الظهر، صح؟ هذه الجهه مغلوقه، هذه اللي غادي نرفد منها هذا الطول وهذا العرض تاع السروال. اذا غادي نجي منا ونرفد المقاسات تاعي. غادي نقدمها لكم هكذا باش تشوفوا هكذا، ونبدا نطلع، صح؟ المقاس الاول اللي قلنا دوره الصدر، يعني كي ترفدوا دوره الصدر تاعكم واش غادي ديروا لها؟ تقسموها على 4، صح؟ نحتاجوا الربع. كي نقسموها على 4 شحال غادي نزيدوا لها؟ غادي نجي هنا، انا مثلا القياس تاعي 68، نقسمها على 4 عطاتني 17. كل وحده تقسم دوره الخصر تاعها. الان نروحوا نزيدوا. شحال غادي نزيد؟ غادي نزيد عدد يبان لكم شويه كبير، تزيدوا من 6 حتى ل 10 سنتيم، من 6 حتى ل 10 سنتيم، صح؟ اذا واش نديروا بها؟ هذه تاع التوسيع تاع لاستيك. هو الخصر غادي يقعد هو غادي يكون كاين لاستيك هنا، صح؟ هذه مفهومه. احنا ما نحتاجوش العرض هذا ساهل، صح؟ نزيدوا له. المشكله راهي هنا في دوره الورك.
دورة الأرداف هذه أوسع منطقة. تخيلوا وحدة سمينة احنا عندها زايد الأرداف كي تجي تلبسي السروال وحنا مزدناش بزاف، صح؟ مثلا زدتي غير 1 سنتيم وتجي تطلعيه غادي يحبس السروال كيفوت الفخذ ويجي في الأوراق ما يطلعش، صح؟ لأني غادي ندير حساب هنا الدخلة هذه مع أني غادي نزيد فيها، لكن هذه الفتحة باه يدخل فيها الرجل، علاه نزيدو ديك الزيادة. ماذا بكم تزيدوا غادي يكون لاستيك هنا ما تخافوش. اذا وحده رقيقه زيدي 6، متوسطه زيدي 8، سمينه نفضل انها تزيد 10، صح؟ هذا هو قياس يعني كاع اللي يخدموا به من 6 ل 10 كاع مسموح بها في الزياده. اذا انا عندي مثلا 17، شحال نزيد 17؟ نزيدوا لها 8 مثلا. اذا شحال تولي 26. عاوينا 26 تاعي انا غادي نزيد 8. قلت لكم مسموح لكم باه تزيدوا من 6 حتى ل 10، انا غادي نزيد عدد متوسط. هذه دورة الخصر تاعي. الان واش غادي ندير؟ غادي نجي ننزل من لهنا. شحال غادي ننزل؟ غادي ننزل ب8. غادي تقولوا لي تاع لاستيك يكون عريض. غادي نعاود نشرح. هنا قلنا 26 هكذا. هذه تاع لاستيك. الدرس اللي فات فهمتكم على لاستيك كيفاش تحسبوه. مثلا غادي ندير لاستيك العريض تاع 4 نزيد لها 4. شوفوا نديرو تاع 3 ولا 3 ونص. هنا درت تاع 3 ونص. علاه 3 ونص مع 3 ونص تولوا 7. نزيد 1 للخياطه. انا نزيد 1 للخياطه، صح؟ اذا دائما كيفاش نعرفوا حق لاستيك؟ جيبوا لاستيك تاعكم. ماذا بكم يكون لاستيك هنا يكون عريض، صح؟ لكن ربما تبغوا لاستيك يكون شويه ماشي عريض بزاف، كيما هذا اللي راه عندي هاوينه تاع 2 سنتيم، صح؟ اذا كاين تاع 3 ونص. هاوينه شوفي 3 ونص شحال هكذا مليح للسراويل. هنايا على حساب الرغبه نديرو نضربوه في 2. القياس تاع لاستيك هذا كيفاش نتحصل عليه؟ هذا القياس نضربه على 2، نزيد له 1 تاع الخياطه لاني غادي نتني عليه، ونزيد 1 للخياطه، صح؟ مفهوم؟ اذا حق لاستيك نشوفوا لاستيك شحال عندنا عرض، نضربوه في 2 ونزيدوا 1. انا تحصلت 3 سنتيم 3 ونص. درت لاستيك تاع 3 ونص نضربها في 2 7، نزيد له 1 يولي 8. هاي هنا ونروح نوصل بيناتهم هادو، صح؟ اذا الحساب الان كي نبداو نحسبوا ما نحسبوش نحسبوا منه لان هذا خاص بلاستيك، صح؟ من نجموش نرفدوا منا الخسر. الان هذا القماش خاص بلاستيك، كنا نرفد منه ونروح غادي يجيني ضيق من الاعلى. الان نروح ندير طول الورك تاعي ولا طول الارداف تاعي شحال كل وحده تلقى القياس تاعها، وتكون من الاحسن ترفدوه نتوما جالسين من عند الخصر لدوره الارداف. انا عندي 28، صح؟ انا عندي 28. هاي وين صاي؟ هذه دوره الارداف. شوفوا غادي نديرها خطوط متقطعه. هذه هي يعني الطريقه سهله. الان نروح نهود بخط مستقيم هكذا نواصل في الرسم هذا حتى لدوره الارداف. نقطه ونخرجوا هنا بحوالي 9 سنتي، 8 إلى 9 سنتي، صح؟ هكذا. هذه القاعده تاعنا من الخلف. هنايا كل وحده وكيفاش تخرج. قادر نخرجوا ب8 6 9 كلها صحيح. هنا علاه درت انا 9 والوحده تكون يعني لاباس بها، يعني كيما نقولوا حنا سمينه. اذا هنا القاعده كي نعرضوا هذا سروال عريض، صح؟ هذا غادي نخرجوا سروال عريض. اذا ما نديروش حساب غير كي تكون واقفه. لاحظوا تشوفوا كي نجلسوا يعني الشخص يجلس، خاصه اللي ما كاش قماش مطاطي غادي يجي ضيق، يعني كل ما نضيقوا هنا يعني حتى تكوني واقفه يجيك مليح، لكن كي تجمعي يضيق عليك من الجوانب لان تختلف المقاس كي نجلسوا وكي نوقفوا ماشي كيف. اذا هكذا هذا فيما يخص الخلف. هنا الامام غادي ندخلوا داك نعاود ندخل.
صح. الان نروح للاسفل، راس الرجل من الاسفل. شوفوا بعد ما نحسبوا الطول الكلي تاع السروال هكذا ننزلوا. صح. هنا كاين مقاس اخر هو للركبه، انا ما نحتاجهش هنايا بما ان السروال عريض ونستعملوه باه نرفدوا هذا المقاس، اذا انا اختصرت باه ما نقولكمش المقاسات بزاف. واش غادي ندير هنا؟ راس لكم الدوره. شوفوا الدوره هنايا اللي من الاسفل لكم حريه الاختيار، شحال راكم باغيين من الاسفل العرض تاع السروال هكذا، باغيينه هكذا. يعني كل ما توسع الفتحه، كل ما تفسع الفتحه تاعكم هنايا يولي يعني قادر يكون دروا هكا نيشان، قادر يوصل حتى للكلوش، يعني نفس الطريقه وانتم توسعوا نفس قادر يخرج هكذا السروال، يخرج هكذا. صح. يعني عريض عريض، يعني هنا لكم حريه الاختيار. تقدروا ايضا تضيقوا هكذا نفس الطريقه هذه ويروح الخط هكذا. اذا الدوره قسمت 2، الدوره اللي راكم حابينها قسمت 2. صح هكذا. استنوا تشوفوا مثلا راكي باغي هكذا، هكا العرض هكذا بهذا الشكل. اذا هنا راهي 60 نقسم تولي 30 هكذا. بغيتها 50 مثلا. المهم الدوره تاعكم اللي راكم حابينها اقسموها على 2 من هكذا من الاسفل. صاي هذا هو القياس. الدوره تاعكم اللي راكم حابينها في السروال، شحال راكم حابين عن دوره الرجل من الاسفل، قسمت 2. مثلا بغيتها 50 اذا تولي 25 هنا. هذا المنتصف تاع الدوره تاعي. صاي حسبنا الطول قلنا ماشي من الخط الاعلى، من الخط السفلي تاع لاستيك. صاي نولو نخدمو بهذاك. الان نجي من هذه النقطه ونوصل. صح من الاحسن المسطره تكون طويله هكذا ونوصل بين هاد زوج نقاط هكذا. ديروا خطوط طول كيما حبيتو نتوما تتحكموا. صح. هادو هما. شوف هذا اللي رانا نرسمو فيه الخلف تاعنا، خلف يعني تاع السروال. من بعد هذاك نشوفوا كيفاش نعدلو في الامام. هذا هو. بغيت ندير لكم هنا سروال يعني حقيقي، مقاسات حقيقيه باه نشوفوا النتيجه. يعني الفيديو الجاي ان شاء الله باه ما يجيش الفيديو طويل بزاف غادي نطبقوه على القماش. هذا الباترون شوفوا كيفاش نديروه على القماش. هنايا هذا هو الظهر تاعي. فقط هنا ملاحظه نقدروا ندخلوا هكذا، يعني يجي شويه مايل للاسفل للداخل. صح هكذا هكذا، يعني يروح للركبه. مثلا الركبه راهي هنا هكذا. صحيح. هذا هو الخلف. الان نروحوا للتعديلات تاع الامام. التعديلات تاع الامام غادي نديرهم بلون مغاير باه يبان. صح باه يبان لنا، يبان اوضح. غادي نديرها هكذا بالاحمر. التعديل الاول غادي نعدلو هنا في الاعلى، ننزلو غادي ننزلو هنايا في هذا المكان. صح هكذا ننزلو بحوالي 3. انا ندير 3، كاين اللي تنزل ب4. صح. اذا في زوج صحيح ندير 3. هنا علاه ننزل الامام. الظهر تاعنا يكون طالع لان يغطي الخلفيه. الامام عندنا كرش فقط، يعني ما نبغوش نطلعوه بزاف، ونوصل هكذا بين هذه النقطه وهذه هكذا. هذا التعديل الاول هكذا. ننزل. الان واش غادي ندير؟ غادي نروح هنا الامام. هنايا هذه القاعده ما عندناش قاعده من الامام، اذا ندخلوا شويه باه ما يبقاش هكا خارج هذيك المنطقه. غادي ندخل هنا 9، درت ندخل ب3، نقص 3. هاي وين هنايا. قبل البنات قبل نرسمو الحرده تاع الخلف مازال ما رسمتهاش، نسيتها. شوفوا معايا ها التكويره هذه تاع الخلف ما يبقاش هكذا، نسيت ما درتهاش. شوفوا مثلا غادي تجو هكذا من هذه الزاويه اللي ما عندهاش البيروكي هكذا، ونطلع بحوالي 5 وندير نقاط بهذا الشكل ونوصل بيناتهم. هذا هو.
صح. هذا الظهر تاعي، ما نحاولوش ندخلو لاني غادي ندخل لهنا في هذه تاع الامام. الان دخلت بعد ما درت هذه الحردة تاع الظهر تاعي، نروح لتاع الامام. تاع الامام قلنا نقصنا ونروح نرسم الان هذه تاع الامام. شوفوا بلا ما نقص منا، نقص فقط هذه وتعاود تطلع. الان واش غادي ندير؟ غادي نجي من هذه النقطه اللي دخلت منها وندير تاع الامام. هاد التكويره تاع الامام وتاع الخلف ماشي كيف يعني بديهيه. هذه قاعده تكون خارجه في الخلف، هنا هذه علاه ندخلوا باه الامام ما يجيش عندنا هذيك الخرجه هذيك، يعني تجيك شغل لابوش خارجه من الامام. اذا نعاود نفس الشيء من هذه النقطه وندير هكذا نروح لهذه. هذه تاع الامام صح. هاي صاي هكذا. الان غادي نروحنا للاسفل وندخل شويه، ندخل بحوالي 2 سنتي في الان. هنا في الاسفل الرجل تاعي هنا درنا شويه مقوس، وهذا هكذا شوفوا، ونوصل بين النقطه هذه وهذه هكذا بخط مستقيم بهذا الشكل هكذا صح. هذا هو الامام تاعي وهذا هو الخلف تاعي وهذا هو السروال الباترون تاعي جاهز. الان واش غادي ندير؟ نروح نقصه نجهزه يعني للدرس الجاي. اول حاجه واش غادي نديرو؟ غادي نقصو الظهر يعني الخلف. هاوين الخلف هو هذا صح، يعني نقصوهم مع بعض بهذا الشكل. يعني باترون اساسي، السروال ساهل ماهل، يعني اللي بغات تخيط اسهل سروال. فقط الاختلاف هنا في العرض من الاسفل فقط، يعني تقدروا يعني تعرضوا اكثر من هكذا. يعني هذا الموديل تخرجوا منه شحال من موديل، وفيديوهات اخرى ان شاء الله ندير معكم السروال يكون هكذا. شوفوا يكون مفتوح من الجنب، هذا ما يجيش مفتوح من الجنب، هذا يجي من الوسط هكذا. غادي نقصص البنات هذا الخط، نختصر شويه معكم. هاوين كي نفتحها هكذا صح، كي نفتحها يولي هكذا. الان راهم ظهر راهم كيف صح. كيفاش نفرق الامام؟ يا اما نقص ما غاديش نقص ما نخليه هكذا. شوفوا باه تفرقوا الامام نقصوا هذا اللي نزلنا به المقاس، قلنا الامام يجي نازل. شوف ها الامام يجي نازل هكذا، وهذا يبقى لنا هذا الظهر، هذا الخلف يبقى لنا هو النصف تاع الظهر. باش تفهموا الان نروح نقص هكذا باه نتحصل على الامام. يعني هذا اللي راه في الاعلى ان شاء الله تكونوا فهمتوني، هو الامام. اللي يبقى لنا في الاسفل هو الظهر تاعي. خليت الخط يبان الاحمر، شوفوا ما بغيتش نفتحه، راني باغي نخليه مغلوق هكذا. ما تخافوش يعني تقولوا قلعت هذا الرسم، راه هنا يبقى فيه هذا، في الثاني هو الظهر. شوفوا راني باغي نخلي الخط يبان باش تعرفوا بلي هذا الامام. هاوين صح، هاوين مقاسات الخلف هاوين كيما راهم في الورقه التحتانيه هاوين. وهذا اللي راه في الاعلى هكذا، هذا هو الباترون الاساسي يعني تاع السروال، خاصه السروال العريض العادي اللي نخرجوا منه بزاف سراويل صح، موديلات نقدر نضيفوا له الجيوب الحزام كيما حبيتوا صح. خلوه كيما هكذا. للدرس الجاي ان شاء الله حضروا القماش تاعكم البنات اللي راهم يطبقوا معايا باه تفهموا غايه. يعني نخرجه ان شاء الله، نخرجه على الورق على القماش نحطه ونشوفوا كيفاش يتخيط، ونركبوا له لاسيك ونلبسه الماركه تاعي باه نشوفوا الى فصلنا نيشان ولا لا صح. اذا
نتمنى الشرح تاع اليوم يكون نال اعجابكم والدرس يكون واضح خاصه للمبتدئات. واش نقولكم، ما تنساوش اللي اول مره يشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك، خلوا لي ارائكم في التعليقات، وفي الاخير دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.